بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد. دلوقتي يا جماعة معانا في الحلقة ديت هوريكم أفضل تشكيلة في تاريخ الكورة بالنسبة لي، وأفضل تشكيلة في تاريخ الكورة بالنسبة لأحمد نور. تمام؟ وأنتوا الرأي لكم، وكل واحد يكتب في التعليقات التشكيلة المثالية في تاريخ الكورة اللي هو واقع عليها واتفرج عليها أو سمع عنها وشاف لها لقطات من على اليوتيوب، يكتبها لنا في التعليقات. يلا، هتبدأ انت ولا ابدأ انا؟ ابدا انا. ماشي. هنبدا بحراسه المرمى مانويل نوير. مع الشرح يا جماعة ليه هو حاطط اللاعب ده في المركز ده وليه هو بيفضل ده عن ده. انت هتبدأ تشكيلة ايه الأول؟ 4-3-3. 4 قلب دفاع، 3 نص ماشي. ملعب و3 هجوم. 4 يا جماعة، 7 هاف، 8 طلع دي هنا، 9 راس الحربة، 9 مهاجم، 6 في هنا 6 وال10 ديفندر وال10 بلاي ميكر اهو، ده هاف ديفندر. دي تشكيلتك؟ طيب تمام، يبدأ يلا. مانويل نوير. تمام. تمام. هيبقى هنا مالديني قلب الدفاع مع سيرجيو راموس. باك الشمال هيبقى كارلوس. لبورتو اللي هو على بورتو اسرع لعيب باك شمال في تاريخ الكوره. تمام. هيبقى هنا انا اختار داني الفيش ماشي. باك يمين. مش هلعب لاعب ارتكاز لان طبعا مع قلب الدفاع مكون من مالديني وراموس وداني الفيش وكارلوس، مش هلعب لاعب محور خالص، مفيش ارتكاز. تمام. فهلاعب نص ملعب كلهم. هو كده يا جماعه بيلغي الديفندر. عارفين يعني ايه بيلغي الديفندر؟ يعني هو دلوقتي يعتبر هيلعب باتنين هاف ديفندر، في بقى ممكن في الهجمه واحد فيهم ينزل واحد يزيد زي ما اللعبه بقى تمشي. تمام. هيبقى هنا زين الدين زيدان وسع. تمام. هختار مارادونا. هيبقى مش صعب يبقى هنا بقى. ما هو انا عايز احط رونالدينو هنا. اسف. رونالدينيو رونالدينو هيبقى هنا. تمام. هنا يبقى مارادونا. يا جماعه بص الراجل مختار ايه، يعني مختار عندك زيدان ورونالدينيو ومارادونا. طب بس كده الخط النص هيبقى فيه تناكه كتير، هيبقى فيه قرنات. طب لو الكره جت هنا مين اللي هينزل في دول؟ ما انت لازم تبقى عامل حساب كل حاجه. ما قلب الدفاع هنا. ما انا قلت لك في الاول لازم برضو التشكيله يا جماعه برضو يبقى فيها ايه. لا، ما انا لما اتكلمت قلت انا اصلا عندي خط دفاع مش محتاج، هو ممكن اصلا ان هو يساعد المهاجمين، مش محتاج ان اي يكون في لاعب ديفندر او لاعب اللي اسمه الارتكاز يساعده، لان هم عندك تشكل بقى على خط دفاع قوي. ايوه بالظبط. انت قلت مالديني ومين؟ وراموس. تمام. مع كارلوس مع داني الفيش. هي التشكيله كده هتبقى قريبه من هنا هيبقى زين الدين زيدان. وطبعا زين الدين زيدان ممكن ينزل تحت لانه بيستلم الكوره كويس جدا وبيعرف يخرج بقى كويس. تمام. هنا هيبقى رونالدينو. تمام. يعرف الكوره، يوصل الكوره كويس لمارادونا. يعني هنا مارادونا بلاي ميكر. تمام. طب وانيستا انت وديت الراجل فين؟ لا، انيستا ما اقدرش احط على مارادونا. ماشي. هنا هيبقى طبعا ميسي. ما تقدرش تقول، ما يقدرش يقول حاجه غير ميسي، ما يقدرش للاسف يعني. وهنا هيبقى الاسطوره كريستيانو رونالدو. بس انا بتنبأ لمبابي، بتنبأ له لا يعمل حاجه محترمه. كريستيانو رونالدو ثابت لا يتغير. ماشي. ده مكانه لا يتغير. هنا طبعا راس الحربة رقم 1 على مر التاريخ رونالدو البرازيلي. رونالدو الظاهرة يا جماعة، ادخلوا اكتبوا رونالدو بس. ده بالنسبة لي أفضل تشكيلة على مر التاريخ. أنت كمان قول تشكيلتك. التشكيلة الأفضل بالنسبة لي يا جماعة طبعا هي هتبقى نفس التشكيلة، بس فيها 3-4 لاعيبة كده إيه هنغيرهم. عندك هنا نوير ما فيش اختلاف عليه يعني. عندك راموس، هنا راموس، وهحط جنبه بيول. يعني بيول كراجل بيلعب بيمسك الكوره وبيلعب وقلب وبتاع، بيول في عزه يعني حاجه محترمه. قلب النابض. هنا دانا الفيش زي ما هو قال، يعني افضل ظهير ايمن جه في تاريخ الكوره وما فيش اختلاف عليه. روبرتو كارلوس حاجه محترمه، يعني الناس اللي ما تعرفش روبرتو كارلوس بيلعب في منتخب البرازيل سابقا، كان من اسرع باك ليفت ويمكن من يعتبر اقوى رجل في العالم، ما شاء الله عليه يعني. طبعا هنا ما اقدرش ما احطوش في التشكيله، لو هطلع كل التشكيله بره ما اقدرش. بوسكيتس
بوسكيتس هنا يا جماعه لازم يتحط. طبعا هلعب بهاف ديفندر وبلاي ميكر. هاف ديفندر زين الدين زيدان. زين الدين زيدان هلعبه هنا. ده رونالدينيو. يعني انا دلوقتي معايا ديفندر بوسكيتس، معايا زين الدين زيدان. بوسكيتس طبعا هيلم الدنيا دي كلها وهيأمن ويشربهم شاي. زين الدين زيدان ورونالدينيو تمام هيبقى هنا. طبعا لو هنقارن مارادونا ولا ميسي هضحي بمارادونا وهلاعب ميسي، وهنا كريستيانو ورونالدو الظاهرة البرازيلي اللي هو اصلا مثل الاعلى. فدي التشكيلة يا جماعة. فانتوا بقى ايه رأيكم؟ حد عايز يضيف حاجة للتشكيلة؟ حد عنده اي تعليق؟ الرأي لكم.